النهارده هنتكلم عن بيجو. حصل لك زي اول ما سمعت الاسم اشتغل في دماغك شريط الذكريات التاريخية لل 504 لولادنا مواليد 2000. دي كانت اهم عربية في تاريخ مصر. بس النهارده هنتكلم عن تاريخ جديد لبيجو بيبدأ من 2025 مع بيجو 3008 جي تي اللي معانا النهارده وهنجربها. يلا بينا. بيجو 3008 عملوا لمسات مختلفة تماما في كل شبر من العربية، حتى الأسد بتاع بيجو اللي كان واقف اختلف، حطوا راسه بس والعلامة كلها اتغيرت. كل لمسة في العربية بقت بتقول أنا 2025، أنا بتاعت زمن الاي اي. لمسات عصرية وجميلة ولطيفة من بيجو 3008 موديل 2025. حتى اللون اللي معانا ده من 3008 لون جميل، لون الازرق التركواز اللي هو فيه لمسه خضار كده. اللون ده اعتقد نزل في بي ام دبليو في الاكس 5 او الاكس 7 حاجه كده يعني، بس لون جميل بصراحه. عربيه بيجو 3008 هي من نوع الكروس اوفر الكومباكت، يعني هي مش عربيه كبيره، مش عربيه واسعه، لكن هي عربيه عائليه لعيله من 4 افراد، رائعه وحجمها مناسب جدا. إذا كانت اللمسات من بره رائعة، فاللمسات من جوه في منتهى الروعة، حاجة في منتهى الشياكة بصراحة. اللمسات القماش مع الستيرنج الصغير بتاع الطيارات ده شيء جميل جدا. كل لمسة فيها جميلة، ما فيهاش بلاستيكات كتير في كل حتة، بالعكس كل البلاستيك مخفي بذكاء وبشطارة. القعدة ورا زي ما احنا شايفين مش أوسع حاجة، ولكن هي عيلة من 4 أفراد صغيرين كيوت حلوين. العربية مناسبة جدا. من جوه الشنطة بتاعتها ما تقدرش تقول عليها أبدا صغيرة، بالعكس هي شنطة كبيرة بتساع حاجات كتير، والشنطة واسعة ومش غطسانة لجوه، فبالتالي انت تقدر ترفع فيها حاجات كتير. طيب الموتور هنا ايه نظام؟ بالمناسبة قبل ما ندخل ونتكلم في تفاصيل عن موتور العربية دي، فهنا العربية تقريبا بتمشي بريحة البنزين، لاني مشيت 500 كيلو تقريبا بنص التانك، ومش عارف البنزين كان هيخلص امتى، ولا عارف ده حصل ازاي، وما تسألنيش. والطريق كان زحمة مش سالك. هي التانك بتاعها مش كبير، يعني حوالي 50 لتر ما بيزيدش عن كده، واستهلاك البنزين فيها نظريا 7.7 لتر لكل 100 كيلو متر، وده على الورق، لكن على فكرة ده استهلاك رائع واقتصادي جدا، وعلى أرض الواقع حقيقي مش كلام نظريات. زي ما قلت لك العربية دي انت ما تعرفش هتخلص بنزين امتى. العربية انسيابية من بره بشكل كبير جدا، بس الانسيابية دي مأثرة على حاجة مهمة جدا، وهي دخول والخروج من العربية. السقف واطي، المنطقة دي واطية، وده بسبب التصميم بتاع العربية اللي جاي انسيابي من بره زي ما قلنا. ده مخلي الدخول في العربية ما هوش واطي قوي، لكن لو حد طويل شوية هتمثل له مشكلة سواء من ورا او من قدام. بيجو 3008 هي مليئة باللمسات العصرية من اول الشاشة، يعني الاوبشن انت ممكن تقعد كتير جدا على بال ما تعرف كل اوبشن منين بيودي على فين. التكييف بتاعها ممتاز، ودرجة الحرارة بره فوق ال 40 تقريبا، ومع ذلك التكييف حلو وساقع. العزل بتاعها كويس. اي اصوات بره حرفيا انت مش سامع حاجه، لو اي حاجه حصلت بره انت مش سامعها. بالتالي العربيه كل لمسه فيها مليانه اناقه وشياكه، وفي نفس الوقت سيفتي. نيجي بقى للسيفتي نتكلم عنه. العربيه دي مليانه اوبشنات للسيفتي. اول حاجه طبعا الكاميرا بتاعتك، لو راجع لورا الكاميرا كاشفه بمساحه كبيره، حتى في الاضاءه الليليه بتشوف كويس جدا لورا. الكاميرا الاماميه لو هتركن مثلا في مكان فتبقى شايف الرصيف واقف فين، وده مبين في الحته دي، بيقول لك ان انت المسافه بينك وبين الرصيف قد ايه. سيفتي على الطريق، ان انت تقدر تحافظ على حارتك. العربيه بتنبهك لو خرجت بره حارتك. العربيه فيها بريك اسيست، ان انت لو دوست فرمله هي بتزود العزم بتاع الفرمله عشان تفصلك عن او يعني تمنعك عن حدوث كارثه لا قدر الله. العربيه كمان فيها تنبيه ان هي بتنبهك عن المسافه بتاعه العربيه اللي قدامك.
تقدر تقول لك انت المسافه اللي بينك وبين اللي قدامك صغيره، حاول تبعد شويه عشان تحافظ على الامان في العربيه. ده بالاضافه بقى طبعا للايرباجز والحاجات دي اللي هي الحاجات الاساسيه اللي بقت بتنزل في كل العربيات دلوقتي. ولو انت من الناس اللي غاويه تفاصيل وارقام فتعالى لي يا حلو، تعالى اقول لك بقى. العربيه وزنها وهي فاضيه 1422 كيلو، عاليه عن الارض مسافه 219 مللي، يعني العربيه دي عاليه. فوداعا للمطبات بتاعتنا الجميله، ولو فكرت تشد اي حاجه وراك فهي بطل، وتقدر تجر لحد 1550 كيلو علشان العزم بتاع العربيه قوي. فلو انت من الناس اللي رايحه الساحل وناوي تجر وراكوا شقتكوا كلها، العربيه دي هتسد معاك. عندك نظام امان خطير اسمه نظام الحفاظ على المسار. ده بيعمل ايه بقى؟ اول ما يلاقي العربيه هتبدا تخرج من الحاره بتاعتها على الطريق من غير ما تقصد، يعني الناس اللي بتسرح وهي سايقه، هتلاقيه راح معدل اتجاه العربيه بروقان ونعومه كده ورجعك لمسارك تاني اللي هو ارجع يا حلو. النظام ده عبقري بالذات على الطرق السريعه والكبيره اللي الناس احيانا بتحدف فيها او بتسرح او بتنام. والاحلى من كده ان النظام بيشتغل لوحده، اول ما بتدور العربيه وتبدا تنطلق هو بيشتغل. طب لو عايز تفصله مزاجك عشان ما يقرفكش على الطريق، ادخل على قائمة مساعدات القيادة من الشاشة التاتش، وبعد كده اختار الوظائف وتقدر تقفله من هناك، او ممكن من قائمة الاختصارات بتاعة مساعدات القيادة على طول. النظام ده لا مش نظام الاختصارات، نظام الحفاظ على المسار، بيبقى مصحصح معاك طول ما انت سايق على سرعة بين 65 و 180 كيلومتر في الساعة. واول ما عربيتك تقرب من الخط الابيض اللي في الشارع ده لو كان الشارع بتاعك فيه خط اصلا، النظام بيقوم بالواجب ويرجع العربية لمكانها الصح في الحارة. ساعتها بتحس بحركة خفيفة وفايبريشن في الدريكسيون وهو بيلف لوحده علشان يرجعك لمسارك. وفي نفس الوقت هتلاقي الايقونة دي بتنور وتطفي على التابلو علشان تنبهك ان انت العربية بتنحرف منك. بس خد بالك، لو انت مشغل اشارة يمين او شمال عشان تغير حارتك، النظام بيفهم انك قاصد تعمل كده فبيسيبك براحتك خالص ومش بيتدخل. من ضمن الحاجات بصراحة اللطيفة جدا في العربية ان الكراسي فيها تبريد في الكرسي، فبالتالي احنا في الاجواء الحارة دي بدل ما العربية تبقى مولعة، التكييف نفسه فيه تسقيع، فيه كولينج، بيطلع لك هواء ساقع في الظهر علشان ما تحسش بالعرق او ما تحسش بالتعب من السواقة لفترات طويلة. بس لو انت شعرت بالتعب من المسافات الطويلة، فالكرسي فيه مساج يقدر يمسج لك جسمك ويديك اوضاع مختلفة للمساج، مش وضع واحد. يعني عندنا هنا في اوضاع يقول لك الويف، السنيك، الستريتش، كذا وضع وكذا طريقة للمساج عشان يمسج لك ظهرك. بس اوعى تنام في المساج وانت سايق، خلي بالك عشان المساج بيعمل ريلاكسنج بشكل كبير فممكن ترتخي اعصابك يعني. تعال بقى احكي لك على مواصفات التحفة الفنية دي. البيجو 3008 موديل 2025، الفئة اللي معانا جي تي، بتجيلك بموتور 1600 سي سي تيربو بيطلع قوة 181 حصان وعزم 250 نيوتن في المتر، ومعاه فتيس اوتوماتيك 6 سرعات. طبعا مش عايز اقول لك العربية كلها اضاءة LED وفيها حساسات قدام ورا وجنوط مقاس 17 بوصة. التسارع بتاعها بتجيب من 0 ل 100 كيلو في حوالي 9.8 ثانية، يعني هتطير. دوسة بنزين بس كفاية عشان العربية دي تطير. مساحات التخزين داخل العربية كبيرة وجميلة وواسعة، يعني انت تشيل كل حاجتك تقريبا، تقدر ترمي اي حاجة في المساحة الكبيرة اللي موجودة جوه هنا، اللي فيها شواحن تايب سي علشان الشحن السريع بتاع سواء اللابتوب او الموبايل، تقدر تشحن شحن سريع هنا. المساحات الكبيرة دي بتديك وسيلة ان انت تحافظ على حاجتك وترميها. حتى هنا في مكان داخلي منور تقدر تحط فيه الموبايل بشكل لطيف جدا وسموث، ما يبقاش الحاجة كلها تتدلدق بره العربية. كمان كلنا غاويين كركبة، فده درج بتحط فيه حاجتك اللي انت عايز تحتفظ بيها. العربية ادت اوبشنات كتير جدا للتخزين مع لمسة عصرية في التابلو بصفة عامة مع خلطة القماش. انا بس عندي مشكلة مع، وده مش في البيجو بس، ده في كذا عربية، مع البلاستيك الشايني ده اللي بيبصم بشكل بشع، وطبعا مع وجود اي ذرات تراب بيتحول شكله ان هو ما بيبقاش لطيف ابدا. وللاسف هنا في العربيه البلاستيك الشايني ده اللميع ده منتشر في كل حته، فهتلاقي بصماتك ظاهره في كل حته في العربيه. وانا ما انصحش حد بصراحه في تصميمات العربيات ان هم يزودوا البلاستيك اللميع ده. يعني الفابريك القماش ده جميل جدا ان هو مش هيحسسك دايما بذرات التراب، كمان البلاستيك المخربش اللي فوق مش هيحسس ابدا بذرات التراب. احنا كلنا بننظف عربياتنا وكل حاجه، بس التراب المستمر هيعمل مع الشايني ده هيبقى شكله
مش حلو ابدا. والوسع والبراح الكبير ده اللي موجود هنا بسبب ان هم نقلوا عصايه الفتيس من مكانها الطبيعي بتاع البني ادمين، حطوها هنا في الحته دي بعيد، فادى مساحه كبيره ان انا اقدر اخزن فيها، ونقل عصايه الفتيس اللي هي ما بقتش عصايه، بقت يعني شبه زرار بينقل النقلات لفوق ولتحت بالشكل ده. فده هو اللي اتاح المساحه الكبيره دي، ولو اني انا ما بحبش بصراحه عصايه الفتيس في المكان ده، وكنت اتمنى حطها في مكانها الطبيعي بتاع البني ادمين الطبيعيين بتاع السيارات العاديه يعني. ولكن ده تفضيل شخصي، ممكن في ناس تحب انها تحط عصايه الفتيس في الحته دي، هم حرين، ولكن هو ده اتاح مساحه كبيره تحت. الموضه حلوه، الفاشن جميل ونجريه، بس يعني مش كل واحد يصمم عصايه فتيس بمزاجه. انا ايه اللي يوديني هناك كده عشان ادي نقلات العربيه؟ مع عصايه الفتيس بتبقى جنبي وفي ايدي والحياه لطيفه جدا، ايه اللي يخليني اروح هناك كده عشان اغير نقلات الفتيس؟ ممكن نرجع يا صناع السيارات، نرجع لعصايه الفتيس العاديه الحلوه بتاعت البني ادمين الطبيعيين، والله ما فيها حاجه. وعشان الركنه وحضرتك تبقى صايع في الركن، حاطين لك حساسات ركن اماميه وخلفيه، وطبعا بتشوف كل حاجه في الشاشه وانت بترجع لورا، وبتشوف كل حاجه برضو وانت بتطلع لقدام، عشان فيها كاميرات من قدام وورا. العربيه شكلها من بره رياضي تحفه بصراحه، شكلها شياكه قوي. اما بقى الامان والسهوله، فتقدر تدخل العربيه وتشغلها من غير مفتاح خالص. كمان فيها رادار وحساس للمطر ذكي بيشغل المساحات لوحده اول ما الدنيا تمطر. العربيه دي فيها حاجات كتير جدا بتشتغل لوحدها، هو ده تسهيل يعني، بس يعني حضرتك ما انا عايش جوه العربيه، سيبني اعمل حاجه براحتي. احد اهم الاشياء اللي في العربيه دي هي مساله الرؤيه. انت هنا قاعد في بانوراما كامله حقيقه يعني، سواء فتحه السقف اللي هي كبيره وان شاء الله هتفتح باذن الله، فتحه سقف تقريبا بنسبه 80% بانوراما. عندنا هنا الاعمده مش مضايقه ابدا في الاتجاهات يمين وشمال، مش جايه في مصب الرؤيه يعني. المرايات كبيره فانت شايف بشكل كويس جدا، بالاضافه طبعا للرؤيه 360 بتاعه العربيه، فانت شايف جوانب العربيه. فهنا العربيه بصراحه الرؤيه فيها او مستوى الرؤيه فيها ممتاز، وهي العربيه مش عاليه قوي، فانت شايف بشكل كويس جدا الطريق قدامك. يمكن ده شويه بيتسبب في دخول الشمس بشكل كبير للعربيه، ولكن هو لو اتحطت ستاره او اللي هي المخفي الامامي ده هيقلل شويه من مساله دخول الشمس في العربيه، لكن في العموم الرؤيه في العربيه ممتازه. سؤال تاني، اي حد هيشوف العربيه او هيشوفها من بره ويشوف جمالها بالذات في البلاد الحاره، هيسال السؤال المنطقي: هل التكييف بتاعها بيبرد بالشكل الكافي؟ والله انا اقدر اقول لك ان هو لا، بيبرد كويس. بيبرد كويس، ما اقدرش اقول لك ان هو سوبر كولينج، ان هو بيخلي العربيه الثلاجه دي فريزر. لا، العربيه الازاز بتاعها مساحاته عريضه، وطالما انت مش مركب عوازل للحراره، فالعربيه كميه الحراره اللي داخله فيها كميه مهوله، وبالتالي عمليه التبريد مش سهله على اي جهاز تكييف سياره مهما كان. لكن في النهايه انت سايق حاسس بالبروده في ديوال زون، بمعنى ان اللي ورا عنده تكييف واللي جوه عنده تكييف، وكل واحد يقدر يتحكم في درجه البروده اللي هو عايز يوصل لها. الاوفر اول بتاع التبريد انا اقدر اقول عليها فوق الجيد بصراحه يعني، اقل من ممتاز ولكن اعلى من جيد. ولما تدخل جوه العربيه هتلاقي شاشات مليانه عدادات ديجيتال، شكلها يفتح النفس بصراحه، والوانها جميله. طبعا عندك طاره مالتي فانكشن تخليك تتحكم في كل حاجه بسهوله من غير ما تشيل ايدك من على الطاره الصغنونه اللطيفه الجميله الكيوته دي. يعني هي وسائل الامان جميله جدا وكل حاجه، بس هو فكره ان انا كل ما اجي اغير من حاره لحاره العربيه تروح مرجعاني تاني لوحدها. ما هو يا جماعه انا دي عربيتي وانا اللي سايق، يعني ممكن تديني فرصتي ان انا اعبر عن رايي واعبر عن اسلوبي في القياده بدون تدخل من حضرتك. يعني طبعا هو النظام بيتفصل، وهو النظام في النهايه هو لامان السائق، لان مش كل الناس عارفه هي بتعمل ايه، واحيانا السياره بتحدف لوحدها. فالتنبيه ممتاز جدا لحالات كتير جدا، وبيمنع من حوادث او بيمنع من لا قدر الله اي مشاكل تحصل على الطريق. لكن هو في النهايه في بعض السائقين هيتضايقوا من السيستم ده او من الطريقه دي، ومن خلال السوفت وير بتاع العربيه تقدر ان انت بمنتهى السهوله تفصلها او تفصل الاوبشن ده في السيستم بتاع العربيه من جوه.
هي العربية اقتصادية جدا وفيها أكتر من نظام للقيادة. يعني أنظمة القيادة بتبدأ من النورمال اللي هو العادي، والإيكونومي اللي هو الاقتصادي جدا الموفر للبترول، وده ممتاز الحقيقة. وفي بقى السبورت لو أنت عايز تأكسلريت بشكل مبالغ فيه على طريق سريع أو بتعمل ريسنج مع حد، ده موجود برضو. يعني كل شيء متاح. وزي ما انت شايف الانيميشن الجميل بتاع التنقل من حاره لحاره بيدي انيميشن بشكل لطيف جدا على الشاشه، ان هو ينبهك ان انت في عربيه وراك او في عربيه في ظهرك او في عربيه في البلايند اريا، واللمبه الحمراء بتبين ان في عربيه جنبك سواء من على اليمين او على الشمال. كل دي امور للامان في القياده. يعني الخلاصه في العربيه البيجو 3008 جي تي، هي عربيه عائليه بس مش للعائلات الكبيره قوي، لكن العربيه من ورا مش اوسع حاجه، في عربيات اوسع منها في نفس الفئه السعريه دي، لكن العربيه شياكه واناقه وجميله، والتاريخ بيجو. العربيه دي مش جايه تنافس العربيات الصيني، دي بيجو يا جماعه، ده تاريخ، دي عربيه اعتماديه ليها تاريخ وليها اسم وليها مكانه، عربيه بتوفر لك الاعتماديه والشياكه والاناقه واسم بيجو، وبالتالي هي عربيه جميله اي حد يتمنى يقتنيها.